السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. معكم اذواق سعاد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كريب في الفران كيجي مقرمش وزوين. نتمنى ان شاء الله يا ربي تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، وغنبدي نبداو مباشره في تحضير هذا الكريب هذا. ويلا البنات، بسم الله على بركه الله. وبسم الله على بركه الله. هنا كما كتشوفوا معايا غنبدا مباشره في تحضير هذا الكريب هذا. كريب مالح كيجي زوين. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. وبسم الله على بركه الله. اول حاجه هنايا البنات كندير بيضه تكون كبيره. بسم الله. كانت البيضه صغيره كنديروا جوج بيضات. هنا درت بيضه. غنضيف واحد شويه ديال الملح وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الزيت نباتي. بسم الله. معلقه ديال الزيت وغادي نضيف كاس جوج كيسان ديال الحليب. غنضيف الكاس الاول وغادي نضيف الكاس الثاني. هاد الكريب ساهل ماهل. عندي هنا جوج كيسان ديال الدقيق. غادي نضيف جوج وغادي نجيب وغادي نطحنو. بسم الله. غادي ندير كلشي في المولينيكس وغادي نطحنهم ونرجعو ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنتو كيجي على هذا القوام هذا. غنجيب هذا الاناء هذا وغادي نكبو هنا باش تشوفوا القوام ديالو. شوفوا القوام ديالو كيجي. كيجي على الشكل هذا. غنخليه يرتاح ونمشيو نوريكم الحشوه. وهنا كما كتشوفوا معايا هذه هي الحشوه اللي غادي نعمر بها ان شاء الله الكريب هذا. عندي هنا ليشون اولا مكور قطعته على الشكل هذا. عندي فلفله خضراء قطعتها مربعات صغيورين. عندكم فلفله حمراء ضيفوها. عندي هنا البصله الخضاريه هي قطعتها على الشكل هذا لان هي اللي متوفره دابا في السوق. وعندي هنايا الكوسه اولا قرعه خضراء هي حكيتها على الشكل هذا. وهنا عندي واحد شويه ديال الكفته. بالنسبه بغيتو تضيفوا الطون ضيفوه، بغيتو تضيفوا صدر الدجاج ضيفوه، ما كاينش ديروا غير الخضره حتى هي راه كتجي مزيانه. وبالنسبه للتوابل عندي بابريكا غندير معلقه صغيره اولا تحميره. عندي هنا معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود غندير عرض المعلقه باش ما تجينيش حاره. الفلفل الاسود والابزار. وعندي واحد راس معلقه ديال سكينجبير. عندي هنا سكينجبير. وعندنا الملح. عندي هنا الهريسه. بالنسبه لهاد الهريسه هذه راه كتباع هكا في المحلات كل اللي كيصاوبها. هنا عندي فيها الثومه والقزبر كما كتشوفوا. فيها الثومه غنضيف واحد المعلقه صغيره بالنسبه اللي كيبغي الحار. الا ما كانش عندكم هريسه فيها الثومه ضيفوا الثومه غبره بودره. وغادي نضيف الزيت النباتي. وغادي نديرها تشحر ونرجعوا ان شاء الله. هنا غادي نشحر هذوك العناصر كاملين نخليهم يتشحروا مزيان.
هنا كما كتشوفوا وجدات ليا الحشوه، غادي نديرها هنا في هاد الثلاثه ونخليها حتى تبرد، عاد نبداو نخدموا بها ان شاء الله، نعمروا بها الكخاب. وهنا كما كتشوفوا معايا بسم الله على بركه الله، من بعد ما سخنات هاد المقيله هذه غادي ندير مغرفه ديال الكخاب. بهذا الشكل هذا نخليها طيب بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا راه دغيا كيطيب، غادي نحاول نجبدها من الجنبات. هذا هو الكخاب كما كتشوفوا كيطيب بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للكخاب المقيله، اللي عندكم شي مقيله ديال البغرير تكون قديمه ما كتستعملوهاش هكا البغرير، كتخدموا بها وكيجيكم زوين. كتشوفوا نخليها تزيد شويه، ممكن نحركوها هكا مره بيدينا. كيجي بهذا الشكل هذا، وغادي ندير وحده اخرى. بسم الله. نطيب، شوفوا كي كيجي. نفس الطريقه نخليوه حتى يطيب كامل ونرجع معاكم. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي ديال الكخاب كيجي على هذا الشكل هذا. كيجي على هذا الشكل هذا، كنحمروه من الجهتين وكنغطيه بهاد المنيديل باش يبقى هكا ما يكرمش. وغادي نجيب هاد اللوحه هذه الكراده، وغادي نجيب الحشوه اللي صورت معاكم، وعندي هنا الفرماج، نتوما اي فرماج عندكم. غادي نبدا بسم الله نعمر. غادي نجيب هاد الكخاب هذا، غادي نديرو على الجهه اللي ملسه، وغادي نبدا بسم الله نضيف الحشوه. كما كتشوفوا نبدا كبيره، وغادي نبدا نسدو الجهه هكا، نزيد شويه ديال الحشوه، وغادي نتمنى ان شاء الله يرضي هذا الكلام. وغادي عفوا سكريها نسيت الفرماج، غادي نبدا الحكايه هذه وندير شويه ديال الفرماج بهذه الطريقه هذه هكا، ونبدا نلفوه على الطريقه هذه.
ناخذ واحد الكميه عاود ديال الحشوه. وغادي الفرماج ندير واحد شويه ديال الفرماج. وغادي نظرفو بهاد الطريقه. نستمر هكا حتى نكمل هاد الكخيط اللي عندي كامل. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت الكخيط ديالي كامل شفتوه في اللاطه، غادي نجيب واحد شويه ديال الزيت وغادي ندهنهم هكا من الفوق. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما دهنتهم بالزيت نباتي درت لهم واحد شويه ديال البافو وغادي نديرهم في الفران يطيبوا شي شويه ونرجعوا ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا من بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو على هذا اللوين هذا. وغادي دابا ان شاء الله نحطهم في طبق التقديم. وهذا هو الكخيب اللي حيت وجدت معكم اليوم، كيجي على هذا الشكل هذا. زينته بشويه ديال الفرماج من الفوق. كنتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الاقتراح ديال اليوم. وما تنساونيش بالتشجيعات ديالكم تابونا في قناه اذواق سعاد. كنشكركم بزاف بزاف وكنقول لكم شهيه طيبه وبصحه وراحه وبسلام عليكم.